ليه بالغالي تشتريه لما انت في ايدك شويه دقيق هتعمليه؟ سهل جدا وبسيط ومش مكلف ابدا، من غير بقى مقادير خزعبليه، من غير بقى زبده وزيت والكلام اللي احنا بنسمعه ده كله. حاجه كده فاخر من الاخر، بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ هنعمل النهارده مع بعض الكريب بتاع المحلات بطريقه سهله جدا وبسيطه. هقولك بقى المقادير بالكوبايه وبالجرام. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول علشان نعمل مع بعض احلى كريب محلات. شايفين الجمال؟ بصوا الحشوه، حاجه بجد يعني تفتح النفس، مفيش بعد كده. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الحلقه بتاعتنا النهارده. بصوا حبايبي، معايا هنا اول حاجه بسم الله هعمل ان شاء الله الحشو شاورما فراخ، ومقطعها بقى ايه التقطيعه بقى اللي تناسبك واللي انت تحبيها. اهو معايا كده صدرين من الفرخه، ما شاء الله. انا هعمل كذا سندوتش ومقطعها ايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب شاورما فراخ يعني زبادي، وانا الحقيقه ما عنديش زبادي، فطبعا لازم نتصرف، يعني الجيش قالك اتصرفي. معايا هنا لبن بسم الله، حط كده بسم الله كميه من اللبن، حوالي كده نص كوبايه من اللبن. ونحط بقى معلقتين كده خل، كأنك بالظبط عامله بلبن رايب. بحب بقى جدا الخلطه دي، خلطه الشاورما دي جاهزه حلوه قوي قوي ومش غاليه خالص. انزل كده بيها. طب انا لو ما عنديش الخلطه دي اعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي تعملي ايه. بصي يا ستي، الخلطه دي بتبقى عباره كده ايه، توم بودره، بس ده طبعا توم فريش، ما عنديش توم بودره فعادي استعمل توم فريش. رشه كده من بلح جوز الطيب، كاري، حط كده رشه كده من الكاري بسم الله. ومعانا كمان كزبره اهي. ومعايا بحب ايه اضيف برضو رشه كده من الجنزبيل. لو عندك بقى بصل بودره ممكن تحطي بصل بودره، بيبقى حلو جدا. فانا مش عندي، فانا هستكفى ايه بالبصل اللي موجود في الخلطه اللي بتاعت ماجي اللي احنا حاطينها الاول. حط بقى رشه كده من الكبيبه الصيني، رشه بسيطه خالص من الشمر. اهو الشمر بيدي طعم وتست حلو قوي. مش حابه تضيفي الشمر براحتك، انا حطيت رشه بسيطه جدا. ومعايا هنا حبهان ولوري، وطبعا مش هننسى الفلفل الاصفر، ورشه بسيطه من القرفه، ومكعب مرق اقطعه كده عشان يدوب معايا بسرعه. وهنضيف كمان معانا رشه كده من الزعتر بسم الله. وبما اني بقى حباها تبقى سبايسي فهحط رشه كده من الشطه. لو انت مش حباها سبايسي حطي مكانها بابريكا. ولو عندك بقى صوص الباربيكيو او صويا صوص تحطي معلقه. انا الحقيقه ما عنديش، فهعمل ايه بقى برضو هنتصرف، احنا مفيش حاجه هتقف قصادنا ان شاء الله. معايا هنا كده عسل اسمر، هاخد كده بسم الله معلقه حلوه كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط عليها عصره من الليمونه، هيدينا نفس التيست ونفس الطعم ان شاء الله. اهو نص ليمونيه كده. وطبعا مش هنحط بقى ملح، ايه كفايه قوي. التتبيله اللي احنا حاطيناها بتاعت ماجي بيبقى فيها ملح، ومرقه الدجاج كمان فيها ملح. اهو هنقلب بقى كده كده يا حبايبي. جاهزه معايا اهي تتبيله حلوه قوي، طعمها وريحتها هايله ما شاء الله. ممكن تعمليها قبليها بليله تبقى حلوه قوي، كل ما بتقعديها كل ما تبقى احلى. انا دلوقتي ان شاء الله هسيبها كده حوالي مثلا نص ساعه لحد ايه ما نجهز بس كده مع بعض الكريب بتاعنا، وتكون كده ان شاء الله جاهزه معايا. ممكن تستخدميها على طول، يعني مش شرط ان انت تسيبيها تتنقع. معايا هنا بقى يا حبايبي كيلو من الدقيق، دقيق عادي خالص متعدد الاستخدامات. انا عايرته بالمج ده، عامل معايا 6 كوبايات على الاخر، يعني مليين على الاخر 6.5 من الدقيق، 6 كوبايات ونص من الدقيق. انت بقى لو عندك كيلو دقيق هو ده برده كيلو دقيق، يعني وزنته على الميزان كان كيلو دقيق. عايرته بالكوبايه المج اللي هو زي ده كان 6 كوبايات ونص بالظبط. طيب هنا معايا ايه؟ معايا هنا مج من اللبن، نفس المج اللي انت بتعايري بيه الدقيق عايري بيه الميه واللبن خلاص. ومعايا هنا 6 كوبايات من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. اللي في الطبق ده دقيق مطرح ما كنت ايه بنخل الدقيق قبل ما اعايره، يعني هنا نخله الدقيق خلاص. يبقى هنا كده معايا 6 ميه ومعايا 1 لبن بسم الله، نحطهم كده على بعض. ومعايا 6.5 كوبايه او مج من الدقيق. معايا هنا بقى كيس من الفانيليا. هتقولي فانيليا على الكريب الحادق؟ اقول لك
المحلات بيحطوا عليه فانيليا، حادق او حلو بيحطوا عليه فانيليا اهو. بسم الله. ومعايا هنا بيضايه، ممكن على فكره تعملي نفس المكونات وما تحطيش عليه ولا لبن ولا بيض، يبقى ميه بس برضو هينفع. بس احنا بقى بما اننا يعني بنعمله في البيت وعايزين نعمله زي المحلات بالظبط، فايه يعني بنظبط الدنيا شويه. رشه كده من الفلفل الاسمر، رشه بسيطه خالص، نص معلقه كده من الملح. بسم الله اهو، شايفين؟ بسم الله. وهنحط معلقتين كده بسم الله من السكر كبار كده، 2. حط واحده كمان ايه ممسوحه. دايما السكر بيبقى اكتر من الملح، وما تقلقوش هو مش هيدي معاك ويبقى مسكر، لا بس بيدي للكريب لون حلو وطعم حلو. بحب بقى اضيف له من عندي كده مكعب كده من المرق، بس دي حاجه من عندنا انا بحب كده اطعم يعني اللقمه بتاعه الكريب، فبحب احط لها مكعب من مرقه الدجاج. ده اختياري، مش عايزه تعمليه ما تعملوش براحتك خالص. هنقلب بقى المكونات دي كده كلها مع بعضها، نقلب بقى بسم الله. اللهم بارك. ونجيب بقى الدقيق كده وننزل بسم الله حبه حبه بسم الله. وطبعا زي ما قلت لكم انا نخله دقيق. بسم الله انزل كده حبه حبه واقلب، حبه حبه واقلب. بسم الله. نسيت اقول لكم اللي انا شايله حوالي 3-4 معالق من الدقيق وحاطه مكانهم نشا، يعني الكيلو دقيق ده شايله منه معلقتين كده 3 من الدقيق وحطيت نفس المعيار نشا اهو. بسم الله. بسم الله. نقلب كده كويس عشان ميبقاش فيه تكتلات معانا ولا حاجه لحد ما نخلص كميه الدقيق كلها. بصوا حبايبي انا حاسه ان القوام بتاعه لسه تقيل شويه. معايا هنا كده كوبايه من اللبن او كوبايه من الميه زي ما تحبي، دي كوبايه ميه اهي. هنزل فيها بسم الله لحد ما الاقي القوام معايا اتظبط. احنا كده كنا حاطين 7 ميه على لبن، 7 كوبايات ميه على اللبن. عملنا واحده كمان اهي، حطينا كده نصها لحد ما نشوف الخليط بتاعنا هيحتاج تاني ولا لا، لان في دقيق بيختلف عن دقيق. بصوا هيحتاج باقي الكوبايه. بسم الله. يبقى احنا كده حطينا 8 كوبايات من الميه، حطينا 7 ميه وواحده لبن. حابه بقى تضربيه بقى بالهاند بلندر، حابه تضربيه في الخلاط زي ما تحبي. بصوا حبايبي ضربته في الخلاط، هصفيه بقى كده. لازم يتصفى مهما كنت متاكده ان انت ضرباه كويس او مقلباه كويس، برده لازم يتصفى عشان ميبقاش فيه اي تكتلات. بصوا مطرح بقى مرقه الدجاج اهو، او برده الكلكعه بتاعه الدقيق. خلاص كده حبايبي ضربته في الخلاط زي ما انتم شفتوا، وكمان صفيته. شايفين ما شاء الله قوامه ناعم جدا ومظبوط. بصوا اهو عشان تتاكدي ان كده قوامه مظبوط، ما مسحش كده على بعض كده على طول مره واحده. اول ما عملتي الخط ده يبقى كده القوام المظبوط. عايزه برده اوريكم اهو بسم الله. بصوا لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، تمام قوي كده. هسيبه بقى ايه 10 دقايق او ربع ساعه كده بس يرتاح، وبعد كده هنشتغل فيه عادي خالص اهو. بصوا بقى حبايبي حطيت الجريلا اهي. عندك بقى اي طاسه تيفال او حاجه ممكن تستخدميها عادي خالص. اول مره لازم ندهن كده دهنه بسيطه من الزيت اهو. اوزعها بقى كده. انا مشغله تحتيها النار وسط، مش عاليه قوي مش واطيه قوي اهو. لو مش عندك بقى العصفوره او الخشبه بتاعه الكريب، معايا هنا بصوا دي اللي انا دهنت بيها الزيت. هنحط بسم الله وندهن كده، توزعي كده الكريبه حطي كده هتفرد معاكي ما تقلقيش ابدا. هنوزع كده بسيط
هي عامه اول واحده بتبقى مش مظبوطه شويه لحد ما نظبط درجه حراره الجريل. بصوا كده بقى يا حبايبي، ابتدت الاتراك بتاعتها تطلع اهي اهو. بصوا كل سهوله. نسمي بقى كده بسم الله. شايفين ما شاء الله ظبطت اهي وبقت زي الفل. الوش بقى التاني ما بياخدش ثواني خالص على النار. ده يعني الوش ده بياخد حوالي دقيقه كده لحد بس ما الحروف بس بتاعته تبدا كده تطلع كده وتظهر اهو. تعرفي كده اللي هي كده استوت وتقلبيها على الناحيه التانيه. بصوا حبايبي اهي، حطوا كده كميه ما تخافوش وبالراحه خالص كده توزعوا كده. اظن مفيش اسهل من كده اهو. بصوا اسهل طريقه لعمل الكريب. طبعا في ناس كتير كده زي ما بعرفش الحقيقه استخدم العصفوره بتاعه الكريب، فدي انسب طريقه ليا، سهله جدا وبسيطه وهتديكي نفس النتيجه. بصوا اهي، اوزع كده بالراحه الحته اللي ما فيهاش عجينه اوصل لها كده العجينه عادي جدا اهو. بصوا والنار تحتيها وسط هتستوي. بصوا مبتاخدش ثواني. ودايما الفرشه دي انا حطاها معايا في ميه، حتى لو انت بتستخدمي عصفوره لازم تبقي حطاها نقعها في ميه. كل ما تيجي تعملي بيها الكريب تنقعيها الاول في الميه وتصفيها وتشتغلي بيها بالشكل ده. بصوا حبايبي حروفها بتبتدي تطلع ازاي اهي. شايفين؟ اسلك بقى كده بالراحه، سهله جدا ان هي تطلع معاكي اهي. بسم الله. وامسك بقى كده واقلبها كده على الوش التاني. ما شاء الله الوش التاني برده مش هياخد نص دقيقه ويكون طلع معايا. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله خلصت الكميه كلها اهي. الكيلو دي عمل معايا 15 واحده ما شاء الله بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بسم الله. طبعا انتوا هتستغربوا احنا ما حطيناش ولا زيت ولا زبده ولا اي حاجه. حابه تضيفي شويه زيت ممكن تحطي كده ربع كوبايه او 3 معالق كبار من الزبده. انا الحقيقه ما حبيتش اضيف حاجه ويعني في نفس الوقت بسم الله ما شاء الله. بصوا طري خالص ازاي. طبعا كل واحده كنت بطلعها بفردها كده على الصينيه واغطيها بفوطه كده، فوطه مطبخ اهو، علشان طبعا ما ينشفش معايا. كل واحده اطلعها من الطاسه ارصها كده فوق بعض واغطيهم. ممكن بقى تشيلوهم بقى كده بالشكل دوت او تحطي ما بينهم كل واحده والتانيه كيس وتعينيها عادي خالص وتخزنيه في الفريزر يبقى حلو جدا. ممكن تلفيه برده في كيس وتسيبيه تاني يوم كده على الرخامه برده ما يجرالهوش اي حاجه ان شاء الله، طالما لفاه كويس بكيس وكمان بفوطه ما يجرالهوش اي حاجه. حابه بقى بصي بسم الله ما شاء الله حجمه كبير ازاي، زي اللي احنا بنجيبه بالظبط من المحلات. طري خالص ازاي مع اننا عاملينه بكوبايه لبن واحده بس وكملنا الباقي ميه. وزي ما قلت لكم ممكن تضيفوا له ميه، يبقى المعيار كله بتاعنا ميه مش شرط تحطوا له لبن. يلا بينا بقى نشوف بقيه الخطوات بتاعتنا ايه. خليكم معايا. نجهز بقى يا حبايبي الشاورما. جبت كده طاسه، حط كده ايه شويه كده من الزيت كده حلوين. الطاسه بس اهم حاجه تكون سخنه جدا تسخن معايا. انزل بقى بسم الله كده بالفراخ. ولازم النار تبقى تحتها عاليه جدا علشان ما تنزلش الميه بتاعتها وتنشف معايا. هشوحها بقى كده. طبعا مش هنحط لها ملح ولا نحط لها توابل ولا اي حاجه، هي عليها كل حاجه زي ما شفنا كده في اول الفيديو. اخد كده على النار حوالي 5 دقايق كده اتشوحت زي ما انتم شايفين. محضره بقى هنا بصل وفلفل الوان حامي بقى او بارد زي ما تحبي، مقطعاه كده طرنشات. بسم الله. يدوب بس كده ايه ياخد كده نص يعني تشويحه كده معاها، مش عايزاه يبقى طري قوي، عايزاه برده يبقى فيه كده ايه قرشه كده بسيطه يبقى طعمها حلو قوي اهو. نقلب بقى كده بسم الله كده. خلاص يا حبايبي الفراخ استوت معايا اهي. معايا هنا بقى جبنه موتزاريلا على رومي، ومعايا هنا كاتشب مايونيز، ومعايا هنا بطاطس محمره. خلاص هجيب بقى الكريبايه بتاعتي كده افردها بقى كده واتنيها كده نصين بالشكل ده اهو. بصوا روح تانيها كده نصين بسم الله. دي اسهل طريقه للف الكريب. قلبت بقى هنا المايونيز والكاتشب كده على بعض. انا عاملاهم على فكره في البيت يعني مش جايباهم جاهزين ولا حاجه. اخد بقى كده بسم الله ندهن بقى كده. ممكن بقى تحطي توميه مايونيز بس او كاتشب بس او اصلا ما تحطيش اللي يريحك.
هحط بقى هنا كده بسم الله الحشو بتاعنا. وطبعا مش شرط يبقى فراخ، ممكن سجق، ممكن سلامي، ممكن اي حشو، ممكن بطاطس محمره، بس اللي موجوده عندك اهو. بسم الله. تمام كده. نحط بقى ايه رشه كده من اي نوع جبن. بسم الله. نروح تانيين دي كده ونتني التانية كده اهو. نقفل كده كويس. بصوا اهو، شايفين كده شكلها. هعمل بقى ان شاء الله كل الكمية بنفس الشكل كده. هنا بقى الجريل دهنته بقى زيت اهو. ننزل بقى بالكريب كده ونخلي ايه الفتحة بتاعتنا دي كده من تحت اهو. بسم الله اهو يا حبايبي. هياخدوا بقى وش كده من تحت، واقلبه بقى الناحية التانية ان شاء الله علشان نكمل السوا بتاعه. شايفين يا حبايبي اهو ما شاء الله اخد لون اهو. مش عارف بس ايه الكاميرا بس ايه توضح بس شويه. عايز اقول لكم لونه تحفه والريحه بقى مفيش بعد كده. بسم الله ما شاء الله. كده خلاص بقى هطلعه ونقدمه سوا مع بعض. كده حبايبي خلصت بقى الكريب بتاعي. ايه رايكم؟ حد يصدق ان ده معمول في البيت؟ بسم الله ما شاء الله، من غير زبده، من غير زيت، من غير اي تكاليف او يعني حاجات مش موجوده في قلب البيت. كل حاجه موجوده معاكي في قلب البيت. جربوا بس الطريقه ديت وجربوا المقادير بتاعتي، بجد مختلف جدا عن اي طريقه تانية انت هتجربيها. طعمه حكايه، الريحه روعه. شايفين ما شاء الله. بصوا مقربش كده من بره وطري وعسل عسل من جوه. يا رب بقى يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.